الاسعار طبعا ولعت جامد، فهنشوف بقى مع بعض النهارده السوق بتاعنا واسعار الفاكهه واسعار الخضار بقت بكام، وكمان اسعار الاسماك. يلا بينا نسمي الله ونصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده معاكم في فيديو جديد، هنشوف مع بعض السوق. طبعا جبناه اهو، وهنشوف كده الاسعار بقت عامله ازاي. ان شاء الله بقى يا رب الاسعار تنزل شويه، لان بصراحه يعتبر بقى بيوتنا كده ماشيه بستر ربنا، والله الحمد لله. طبعا جبنا طماطم، لازم طبعا اساسيه عندنا في البيت. الطماطم النهارده الكيلو وربع ب10 جنيه اهي، مش عارفه غلت كده مره واحده. طبعا جبنا برتقال اساسي، طبعا كل يوم لازم البرتقال في البيت، علشان هو الشهر ده بس، وبعد كده مش هيبقى طعمه حلو طبعا زي ما انتوا عارفين. احنا دلوقتي في شهر طوبة. بعد كده بيبقى البرتقال بقى بينشف كده وبيبقى طعمه مش حلو. جبنا موز اهو، الكيلو ب10 جنيه. جبنا بتنجان، الكيلو ب5 جنيه. جبنا جزر، وجبنا شطة حراقة ب10، حلوة يعني تعتبر كويسة شوية. البطاطس طبعا الكيلو وربع ب10 جنيه، بس حلوة طبعا بتتقلي، بتبقى ناشفة وحلوة. دي البطاطس الحمراء دي اهي. البطاطس البيضة بتبقى ارخص، بس بتبقى مش حلوة في القلية زي ما انتوا عارفين. جبنا خيار، خيار فلاحي جميل، الكيلو وربع ب10 جنيه برضو. الليمون النص ب5 جنيه اهو. هنفضي بقى الحاجة بتاعت السوق مع بعض كده، وكل سوق بقى وانتوا طيبين يا رب ان شاء الله. اهو الجزر بتاعنا اهو. طبعا الطماطم بقى والخيار، انا جبت طماطم كتير علشان بتكفي الاسبوع، يعني لو جبت كيس واحد ما بيكفينيش والله الاسبوع. ساعات العيال لما بتخلص الفاكهه بتدخل بقى على الطماطم والجزر والحاجات دي، فعشان كده انا بكتر طماطم في البيت. وادي البتنجان اهو، وادي الطماطم. لازم كده تمسحيها بقى وتفضيها علشان تبقى ناشفه. ما تبص عندك في التلاجة، لو سبتيها كده في الكيس ما بتبقاش بتلين بقى، وما بتبقاش حلوه، ما بتكفيش الاسبوع. طبعا انا بشيل اللينه دي بقى للطبيخ، والناشفه بمسحها واحطها كده في طبق بلاستيك في التلاجة. بفرش مناديل كده واحط الطماطم، بتتن معايا ناشفه وجميله طول الاسبوع. وادي البرتقان اهو، وادي الموز، وادي الخيار، والليمون اهو كمان. انا بلفه كده في ورق سلوفان زي ما وريتكم عند فيديو لحفظ الليمون. بلفه كده كل واحده في ورقه سلوفان كده واشيله، بيبقى معايا ناشف طول الاسبوع. اسبوع بقى اسبوعين على قد ما بيقعد في التلاجة بيبقى ناشف ونضيفه حلو. طبعا البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين، ما بنستغناش عنه برضو في البيت. الجزر والخيار والبطاطس، يعني كده حاجات محتاجينها طول البيت. الشطة الحراقة طبعا مهمة جدا. اولا في ناس بتحبها وبتاكلها، وفي ناس بتحطها كده في الطبيخ زي حالاتي. فيعني هي لازم وضرورية قوي لازم نجيبها كل سوق. لو نص ربع مش مشكلة، بس لازم تبقى موجودة عندنا. بس كده، وده كان السوق بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا اسعار الاسماك غلت جامد بصراحه، يعني الكيلو البلطي بقى ب60 جنيه، البوري بقى ب75 وب100 جنيه. اسعار ولعت بصراحه. الكيلو الفراخ بقى ب75 جنيه. فانا النهارده قلت اجيب سمك كده، وعملته بقى في صينيه وخلاص. هعمل ايه؟ الكيلو السمك البلطي بقى ب60 جنيه، يعني في السوق ب60. مش عارفه غير السوق بقى هيبقى بكام. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو عجبكم، واتمنى منكم اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم ان شاء الله كده في فيديوهات تانية، نتقابل باذن الله، واسيبكم في امان الله.